إخواني أخواتي، قانون جديد بفرنسا اتجاه الشباب المسلمين. وشنو هو الإخواني أخواتي هذا القانون اللي هو كنشوفوه؟ كاين 29 عضو من مجلس الشيوخ اللي باغيين يصوتوا على واحد القانون اللي هو يمنع منع البتاتا اللي هم الشباب المسلمين اتجاه اللي هو رمضان قل من 16 سنة، وكذلك الفتيات يمنع عليهم اللي هو الحجاب. شوف كيفاش داير هذا القانون، وحنا كنشوفوا مصدعين لنا الراس في هذه الاونه هذه، وماشي جديد هذا الفيلم، هذه مده سنين وهما يتكلموا غير على الاسلام كانه هذا هو المشكل الحقيقي الذي يدور في فرنسا. وهنا كاين ثلاثه ديال الديانات اللي هما معروفين: الديانه الاسلاميه والديانه اليهوديه والديانه المسيحيه، ولكن الديانات الاخرى ما كيتكلموش عليهم، هابطين غير على الديانه الاسلاميه. يوميا كنتغداو كنفطروا كنتعشاو، حتى بعض الفرنساويين الاغلبيه تقلقوا قالوا لهم استاذ صوفي راكو عيقتوا دوزتوا العياقه. الاحصائيات مؤخرا اخواني خواتي، وهذا هو الخطوره اللي داروا انهم الاغلبيه الساحقه ديال الشباب المسلمين في فرنسا باغيين باش يعني فرنسا تولي دوله اسلاميه، ونتمشاو على القانون اللي هو ما يسمى بالشريعه. منين جابوا هذه الاحصائيات؟ بطبيعه الحال كنشوفوا المسلمين اللي هما جمعيات منهم على راسهم المسجد ديال عاصمه باريس رفعوا دعوه من هاد الاذاعات الفرنسيه اللي هنا كاين واحد الزوج وفيهم بعض السياسيين اعلاميين نوضين واحد الروينه ودايرين لنا واحد الكراهيه بيننا وبين الفرنسيين. اخواني خواتي، من طبيعه الحال باش نرجعوا اللي هو قانون داز في 2014، وشنو هو القانون اللي هو يمنع منعا بتاتا اللي هما العلامات ديال الديانه كيف ما كانت، اللي هي الديانه الاسلاميه او المسيحيه او اليهوديه او شي ديانه اخرى في المدارس. انا معاهم بطبيعه الحال باش ما يكونش واحد النوع ديال العنصريه، او اللي هو انت مسلم انا يهودي وانا مسيحي. كتعرفوا احنا كمسلمين اللي هم الفتيات كيديروا الحجاب، اليهود عندهم داك الشيء ديال الكيبا، المسيحيين عندهم لاكروا. ولكن في الشارع مسموح تماما بتاتا، عفوا، مسموح اي واحد من حقه بغى يدير الشابو الشاشيه، بغى يدير لاكروا، بغى دير اللي تبغي. ولكن هذا القانون يفرض على المسلمين وليس على الديانات الاخرى. لماذا؟ هنا كنشوف واحد النوع ديال العنصريه، واحد النوع ديال التمييز. وهذا بعض الحين اللي كنشوفوا هاد السياسيين، بعض الاعلاميين بينهم اللي هو الحزب، بالخصوص هذا الحزب اليميني المتطرف ومع الحزب اليسار، كيناقشوا هذا النقاش بينهم ديال هذا الشيء ديال الديانات، ويقولوا لهم هذا الشيء ديال القانون اللي كتفرضوه على المسلمين والديانات الاخرى لا، لا ما كاين حتى شي مشكل. وعلاش؟ هذا القانون اللي بغينا نفرضوه على الشباب ممنوع باش يصوموا رمضان قل من 16 سنه، يمنعوهم عن الحجاب. ولكن الديانات الاخرى ماشي مشكل، يدير لاكروا ويدير الكيبا وغادي في الشارع يتمشى، ما كاين مشكل. قالوا لهم لا، ما نقارنوش، ما كاينش واحد المقارنه، لا. دونك هذا مشكل يطرح انه فعلا كاين واحد الهجوم على الاسلام، اللي هو اولا نقول لكم ليش يا اخواني خواتي، ودرت عليها فيديو. راه ماشي هو الهدف ديالهم في الاسلام، ولا الهدف ديالهم هو في الفوار ولا في الحجاب ولا في رمضان، ولا الهدف ديالهم هو تقصير الشباب اللي وصلوا منهم بعد واصلين الدراسه والمستوى الدراسي، بالخصوص الفتيات اللي هم المراه المحجبه كتحترم وعندها سميتو القيم ديالها، اللي هو محاربه ما يسمى تحت الحجاب وليس فوق الحجاب، اللي هو العقل السليم. حتى خاطيها تقرا غاديه للدار الخدمه ديالها ترونكيلو. ايوا خصهم كيفاش يعني نوضوا هالنوع ديال العباد لان كيضربوهم بعيد. الو اخواني خواتي، بطبيعه الحال هذا كيكون واحد النقطه اللي هي مقلقه، ولكن انا بالنسبه ليا واحد الرساله ديالي، وهذا هو اللي حنا كنديروها بيدينا، حنا كمسلمين اللي عايشين في فرنسا وحاملين الجنسيه الفرنسيه. واحد العدد الساحقه اللي عندها الجنسيه الفرنسيه اللي تزادوا هنا واللي داروا طلب تحصلوا على الجنسيه. اخواني خواتي، اقتراب 2027 اللي هي الانتخابات، اتجاه الى الصناديق. الله يرحم لكم الوالدين، ما تناسوش وما تقوليش لا ما في لا. سير بابا ديالي، صوت، دي ولادك، دي الزوجه ديالك الى حامل الجنسيه الفرنسيه، لان هذاك هو باش نسكتوهم. لان غادي يشوفوا الساحقه اللي كانت ولات كتصوت وهما على بالهم بلي حنايا كاين واحد الاغلبيه ما كيصوتوش، دروك هنايا ما على بالهمش، يقول لك ما يصوتوش ما يصوتوش، انا شخصيا نربح اصوات، لان الفرنسيين والمسيحيين او اليهود هما كيصوتوا صغار وكبار. حنايا الله غالب. وهذا اللي بغيت نقول لاخواني خواتي، ما تضيعوش هذه الفرصه.
ديال الانتخابات اللي هو في 2027 الإنسان ما فيها بأس يمشي للصندوق وتنتخب. سجّل راسك لإن غادي يسجلوك في اللائحة، وهُما من بعد راه ما راهمش ناعسين، كيديروا الإحصائيات ويشوفوا شكون اللي صوّت الأغلبية. بارطاجيو معنا هذا الفيديو إخواني خواتي وتحياتي لكم، السلام عليكم ورحمة الله.